ازيك؟ ايه الاخبار؟ دلوقتي هقول لك على كام حاجه. لو انت طالب في الفتره دي لازم تكون عارفهم ولازم تكون بتعملهم. وسميت الفيديو ده ما لا يسع الطالب جهله، علشان في قوانين كده وحاجات بتكون ثوابت في الاوقات اللي زي كده. اول حاجه عايزك تعملها هو انك تبعد عن التشتت. وده بمعنى انت لو قاعد في مكان فيه تلفزيون، مكان قريب من الصاله، العيله وهي قاعده عاملين دوشه، الحاجات اللي خارجة عن إرادتك وأنت مش متحكم فيها. فهنا إحنا بنحاول نبعد قدر المستطاع عن الأماكن اللي فيها دوشة، أو الأماكن اللي عقلنا ما بيعرفش يركز على المعلومة فيها. يعني إحنا عارفين إن تركيزنا بمجرد ما دخلنا في حاجة وبقينا منغمسين فيها، وحد من العيلة أو أي حد قطع التفكير أو الاندماج ده، أنت تركيزك بيكون في ذمة الله. فأول حاجة اعملها، ابعد عن التشتت قدر المستطاع. تاني حاجة، أكتر حاجة لازم تركز عليها الفترة دي هي المراجعة بشكل دوري. يعني في كل وقت بيعدي عليك حاول تفتكر ولو حاجات بسيطة أو تراجع حاجات بسيطة من اللي أنت ذكرتهم من فترة طويلة. النقطة التالتة، نام كويس. نام كويس فعلا، أنا مش بقول مجرد كلام وخلاص. أي حد في أي شغل في أي مكان في أي وظيفة لو ما نامش كويس، هو للأسف إنتاجيته بتكون أقل بكتير جدًا من كل أصحابه اللي موجودين في نفس المكان ونايمين كويس. حتى أحيانًا تفكيرك هيوصل معاك لحاجات بعيدة جدًا لو أنت نايم كويس ومريّح ذهنك، وهتكون واعي أكتر للكلام اللي بتسمعه. فما تحرمش نفسك من النوم علشان تقول لنفسك أنا هاذاكر أكتر أو هاشِد أكتر. المعلومة مش هتثبت في الذاكرة عندك غير لمّا تنام كويس. رابع نقطة، الصلاة والعبادة والذكر. الدين بتاعنا هو أصلًا اللي بينظّم لك يومك، وقراءة القرآن والذكر بيزوّدوا البركة في أي حاجة أنت بتعملها. سبحان الله، بتلاقي توفيق كبير جدًا حتى وأنت جوّه الامتحانات، في سؤال ممكن ما تكونش عارفه، سؤال عمره ما عدّى عليك، سبحان الله بتلاقي تفكيرك وقتها اشتغل في الامتحان وعرف يحل السؤال، أو لقي مساعدة تقدر تخلّيه يحل السؤال ده وهو مش واخد باله، فكرة كده جات له على الطاير. والحاجات اللي أنت فاهمها يعني. بالنسبة للنقطة اللي بعد كده، اتمشى 10 دقايق كل يوم. و10 دقايق، ما أنا مش باقول لك 10 دقايق ك10 دقايق بس، لأ، اتعوّد تمشي وتحرّك أو تنشّط الدورة الدموية في جسمك. مخّك هنا لو فهمته هو بيتغذى على الدم والأكسجين، فمحتاج حركة مستمرة. كل ما كنت قاعد، كل ما كانت نشاطك أقل، وفي نفس الوقت خلاص أنت بييجي لك وقت وبتمل، فكتر القعدة هتكون مضرة ليك. آخر نقطة، والنقطة اللي إحنا بنجاهد نفسنا كتير جدًا فيها، هي السوشيال ميديا. لو مش هتقدر تبعد تمامًا عن السوشيال ميديا وشايف إنك هتكون في كبت نفسي، وعارف أنت الحاجات اللي هي شبه الأعراض الانسحابية بتاعة الإدمان، أنت أحيانًا هيمُر عليك الحاجات دي. فأنت لو مش قادر تبطّلها تمامًا، استخدمها بحد أدنى للحاجات الضرورية بالنسبة لك، اللي هو الترفيه السريع. يعني خُش على الواتساب وخُش على الفيسبوك بس، ولا تدخل في الreels ولا تدخل في نقاشات وحاجات ممكن تبوّظ نفسيتك. أنت مطالب مع السعي ومع طلب العلم في إنك لا تنسى نصيبك من الدنيا، بس لا تنسى نصيبك من الدنيا ما ينفعش يأثّر عليك وعلى حياتك وعلى طلبك للعلم. آخر حاجة عايز أقول لك، اتعامل مع نفسك بسهولة الفترة دي، ما تضغطش على نفسك زيادة عن اللازم. يعني ذاكر وذاكر كتير وحِل كتير وراجع كتير، بس ما تضغطش على نفسك. صلّي وقول الأذكار بتاعتك، الحاجات دي هتقلل الضغط النفسي. بُص، يعني لو عملت ضغطك النفسي ومللك مش هيروح غير بالصلاة وبالدعاء وبالأذكار. فما تضيّعش وقتك في حاجات تانية ممكن ما تكونش مفيدة بالنسبة لك. وبس على كده، لو عملت الكام حاجة دول إن شاء الله هيفيدوك جدًا الفترة دي. شارك الفيديو مع أصحابك عشان الخير يعُم على كل أصدقائك وتنجحوا وتدخلوا الكلية اللي نفسكم فيها. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.